بإذن الله يا شباب هنبدأ مع بعض ملخص الدرس الأول. زي ما اتفقنا إن السيستم اللي هنمشي بيه حصة السنتر هينزل ليها حصة ملخص على قناة اليوتيوب، وبإذن الله برضه هينزل لكم فيديو لحل الواجب. خلينا نبدأ مع بعض نراجع اللي خدناه في الدرس الأول. الدرس الأول كان سهل وبسيط. خلينا بس نفتكر إحنا قلنا إيه. قلنا إن علم البيولوجي هو علم ريليتد لعلم الكيمستري. وأولا إيه هو علم البيولوجي؟ علم البيولوجي هو العلم اللي بيدرس الكائن الحي. يعني إيه؟ يعني بدرس الإنسان بيتكون من إيه؟ بدرس النبات، بدرس الحيوان، بتأمل في خلق ربنا بمعنى أصح. علم البيولوجي من العلوم اللي ممتعة جدا في دراستها. طب ليه طيب؟ اشمعنى البيولوجي بالتحديد هو اللي ممتع عن الكيمستري، عن الفيزيكس، عن أي مادة تانية؟ في البيولوجي أنت بتدرس حاجة أنت حاسسها، بتدرس نفسك، فاهمني؟ يعني أنت لما نيجي ناخد سيستمز مثلا هتفهم إن الدايجستيف سيستم مثلا بيتكون من ستومك ومن اسوفيجس وبيتكون من لارج انتستين وسمول انتستين، كذا حاجة. تفهم ايه فايدة ده وايه فايدة ده، حوارات كبيرة. وانت نفسك هتحس ان انت انا بتكلم عليك، بتكلم على حاجة انت حاسسها وشايفها. تمام يا دكتور. طب انت كنت قايل ان علم البايوكيمستري علم الكيمستري ريليتد للبيولوجي، علشان كده في علم اسمه علم البايوكيمستري. طب ايه هو البايوكيمستري؟ علم البايوكيمستري يا شباب هو العلم اللي بيدرس الكيميكال رياكشنز انسايد الليفنج اورجانيزم. اتعقدت يا دكتور. هقول لك. احنا هناخد حاجه اسمها انزيمز. في انزيمز بتستخدم في الهضم، وانزيمز تانية في تصنيع الطاقه او اي تي بي برودكشن، وانزيمز تانية في تكسير الجلوكوز. فمش الانزيم ده كيميكال سبستريت وبيحصل التفاعل او الكيميكال رياكشن انسايد الليفنج اورجانيزم. ايوه يا دكتور. طب اهو انت بتستخدم الكائن الحي بتدرس فيه التفاعل بس بيحصل جواه، عشان كده اسمه كيميكال بايوكيمستري او بيولوجيكال كيمستري، ممكن باسم تاني مش مشكله. طب انا علشان افهم البايو لازم افهم شويه اساسيات. حاجه اسمها الكيميكال ستراكشر اوف ليفنج اورجانيزم. يعني ايه يا دكتور؟ هقول لك. هنفهم ان الاورجانيزم او الكائن الحي بيتكون من الاورجانيزم. الكائن الحي بيتكون من organ system. يعني ايه؟ يعني بيتكون من مجموعة systems زي اليورينري سيستم والدايجستيف سيستم والريسبيراتوري سيستم واليوروجينيتال سيستم اللي هو الجهاز الهضمي والجهاز التناسلي والجهاز الرئوي او الجهاز التنفسي والجهاز الاخراجي اللي بعمل منه اكسكريشن للويست برودكت سواء يورين او ستول. طب احنا فهمنا الاورجان سيستم. طب السيستم ده بيتكون من ايه؟ ما لازم السيستم يكون بيتكون من حاجه، بيتكون من اورجان. يعني مثلا دي ستومك. الاستومك دي اصلا هي اورجان في انهي سيستم؟ الدايجستيف سيستم. ده هو الدايجستيف سيستم. انا هنا خدت مثال الدايجستيف سيستم. طب لو مثلا كنت واخد مثال الريسبيراتوري سيستم، يبقى هنا هتبقى اللنج مثلا، او التراكيه اللي هي القصبه الهوائيه، او الاسوفيجس المريء. طب كل اورجان وليكن مثلا الاستومك. الاستومك بتتكون من ايه؟ الاستومك بتتكون من تيشو. يعني المعده ليها نسيج. النسيج ده هنعرف بعد كده اللي اسمه ابيثيليوم. تمام. هنفهم معناه يعني ايه الابيثيليوم، ويعني ايه النسيج اللي هو الكونكتيف تيشو. كل الحاجات دي هنعرفها. متقلقوش، دي مجرد بدايه. طب التيشو بتتكون من ايه؟ ايتش تيشو بتتكون من سيل. يعني ايه سيل؟ يعني خليه. طب كل خلية تتكون من إيه؟ تتكون من أورجانيل. لا يا دكتور أنت كده صعبتها، مش فاهم حاجة. هقول لك يا باشا. الأورجانيل، عارف في العربي كلمة شجرة وشجيرة؟ إيه يا دكتور؟ لا بقى أنت كده بقى في العربي بايظ بقى. لا ركز معايا نفهم سوا.
في العربي الشجرة يعني شجرة كبيرة. طب الشجيرة هي تصغير كلمة شجرة. زي مثلا كان في نشيد تقريبا بيقول لك لا سوري مش نشيد، كانت في آية قرآنية اتاخدت في مصر في العربي يقول لك يا بني. وخدنا ايه الفرق ما بين بنية وابن؟ قلنا ان ابن ده ابن عادي ابني، لكن يا بنية بتدل على قرب المنزلة وان هو صغير فقريب من ابوه. هي نفس الفكرة. الأورجن أنا بشوفه بعيني، يعني مثلا في عيد الأضحى لما بنذبح مش بنشوف الليفر وبناكلها يا دكتور، بنعمل أحلى كبدة اسكندراني بتبقى حاجة كده يعني جامدة أوي تستاهل بقى كده. طب واللنج بنشوفها اللي بنسميها الفشة بالعربي، بس ما علينا سيبنا من الكلام ده. الأورجانيل بقى، الأورجانيل هو عضو، بس عضو صغير ما بشوفوش بعين المجردة، بيبقى جوه الخلية. الخلية أصلا ما بتتشافش، الخلية قطرها من نص مايكرون لحد 1.5 مايكرون أو 2 مايكرون بكبرها. المايكرون ده 10 باور نيجاتيف 6، يعني 10 أس سالب 6. أشوفها إزاي؟ ده الملي حاجة صغيرة جدا، تخيل بقى الملي ده اللي هو يعني 10 أس سالب 3، فتخيل بقى 10 أس سالب 6 أو 10 باور نيجاتيف 6. أشوفها إزاي؟ مش هشوفها، صغير جدا ما بتشافش. عشان كده الاورجانيل بقى تخيل هو جوه السيل، اشوفه ازاي بقى؟ اشوف. طب كل اورجانيل بيتكون من ايه؟ من موليكيول. يعني ايه موليكيول؟ تخيل مثلا انا عندي مثلا الاوتو ده، الاوتو ده موليكيول صح؟ اه يا دكتور. طب الاوتو ده بيتكون من ايه؟ من ذرة اكسجين ماسكة بوند مع ذرة اكسجين تانية. طب يعني دي ان ذرة الاكسجين دي اقدر اقول عليها ان هي دي اتوم؟ ايوه يا دكتور. ودي اتوم ثانيه؟ ايوه يا دكتور. يعني معنى كده ان الاكسجين ده او الموليكيول ده بيتكون من اتوم ومن اتوم. كده انا وصلت ان الاورجانيزم اصله بيتكون من اتوم. وده اللي انا كده عايز اثبت، كده ثبت ان البايو ريليتد للكيمستري. نمسح بقى كل الكلام ده. يلا بينا، يلا نكمل. طب احنا دلوقتي عايزين ندرس السيل، عايزين نفهم ان الليفنج سيل، تمام؟ الليفنج سيل بتتكون من ايه؟ بتتكون من نوعين من الكومبوننت. كومبوننت اسمه اورجانيك كومبوننت او العضويه، المكونات العضويه. ايه الاورجانيك كومبوننت؟ مكونات غير عضويه، اي حاجه تتكون من كده، تمام؟ طب الاورجانيك كومبوننت، الاورجانيك كومبوننت دي هي لارج سايز موليكيول. هي ايه؟ هي لارج سايز موليكيول، بتتكون من كربون وهيدروجين. بتتكون من كربون وهيدروجين. عايزين نصغر شويه. ماشي. طب ممكن يكون فيها برضو إليمنت أخرى زي الأكسجين والنيتروجين. أنا اتلخبطت. عندنا مثلا جزيء زي جزيء الجلوكوز، أنا عرفت تركيبه إزاي؟ عملت له تحليل كيميائي. جزيء الجلوكوز ده أورجانيك بايو. طب أنا إيه فايدة الكيمستري؟ الكيمستري هنا فادتني في إيه؟ الكيمستري هنا فادتني في إن أنا عرفت تركيب الجلوكوز، فعرفت بيه تركيب المكونات الحيوية أو الأورجانيك كومبوننت. طب هنا بيقول لي may contain كاربو نو سوري نيتروجين واكسجين. اوكي، ليه بيقول may؟ لان مش شرط يكون فيها نيتروجين او اكسجين. يعني مثلا جزيء زي جزيء الجلوكوز، جزيء الجلوكوز ده تركيبه C6 H12 O6. ماشي. هنا اهو الاكسجين موجود والهيدروجين موجود والكربون موجود، كده الثلاثه موجودين. طب ممكن يكون الثلاثه مش موجودين؟ اه يا دكتور، عادي جدا. بس الأساسي لازم يكون كربون وهيدروجين، الكربون والهيدروجين بس أساسي، الأكسجين بس مش أساسي، تمام؟ بس كده. طب النيتروجين، النيتروجين يا دكتور
والأكسجين موجودين فين؟ في البروتين، موجودين بشكل أساسي في البروتين. بس النيتروجين لازم أن يكون في البروتين عشان في حاجة اسمها نيتروجينوس بيز هناخدها في تركيب البروتين، دي حاجة أساسية في تركيب البروتين. طب ماشي يا دكتور، اوكي. طب ايه هي الانورجانيك كومبوننت؟ اقول لك حبيبي، الانورجانيك هي موليكيول، احنا اتفقنا ان هم دول كلهم موليكيول بس doesn't contain carbon atom. طب هي الاكزامبل؟ الاكزامبل عندك مثلا الووتر، سوري، عندك مثلا الووتر والNaCl. ماشي. طب ايه الامثله على الاورجانيك؟ كربوهيدرات وليبيد وبروتين ونيوكليك اسيد. طب انا عايز الخبطك في حاجه، تيجي الخبطك، تعالى. عندنا مثلا جزيء اسمه NaHCO3 او NaCO3 على طول. تعالى نشوف هنا الصوديوم، الصوديوم ده مينرال صح؟ اه يا دكتور. طب طالما في صوديوم وهي هنا من المينرال سولت يبقى ده انورجانيك. طب بس يا دكتور في اتش، في هيدروجين، في كربون، في اكسجين، وده هو يا دكتور في كربون وادي اكسجين بس ده ما فيهوش هيدروجين، واحنا قلنا مين دي لازم يكون في كربون وهيدروجين. طب ده في هيدروجين، ده انا ليه قلت عليه برضه انورجانيك؟ هقول لك. مجموعه الكربونات بالكيميكال كود اسمها الكربونات، بيكربونات المينرال سولت كلها ان اورجانيك. يعني ما يلخبطكش في الامتحان ويجيب لك دول ويقول لك دول ايه، تقول له زي الشاطر كده تقول له دول اورجانيك، لا يا حبيبي هيديك صفر. دول مش اورجانيك، مش ان اورجانيك، سوري دول مش اورجانيك، دول ان اورجانيك. خلي بالنا جدا من الحاجات دي لان هو بيلخبط في الحاجات دي جدا، فلازم ناخد بالنا كويس قوي. كمل مع بعض. احنا قلنا ان البيولوجيكال ماكرو مولكيولز، تعالوا نتفق مع بعض ازاي اقدر اعمل ديفينيشن، علشان حتى انا لو في الامتحان نسيت اكتب الديفينيشن او نسيت الديفينيشن، سوري نسيت الديفينيشن عموما، ازاي اقدر الف انا ديفينيشن ويطلع صح والمراقب يديني الدرجه كامله ويقول لي الواد ده برنس ولازم نقفل له الامتحان. تعالوا نتحلل مع بعض. يلا. عايزين الاول نفهم يعني ايه ماكرو. ماكرو يعني لارج سايز. ماكرو يعني ايه؟ لارج سايز. تمام. طب في كلمة تاني اسمها مايكرو، استنى عايزين نجيب حتة فاضية مثلا. مايكرو، مايكرو دي يعني سمول، فنخلي بالنا دي ماكرو ودي مايكرو. مايكرو يعني سمول، ماكرو يعني لارج سايز. خلي بالنا جدا من الحتة دي. يبقى ماشي. يبقى أول كلمة في التعريف هي they are large sized compounds. استبدلنا موليكيول بكومباوند، او ممكن اقولها عادي جدا لارج سايز موليكيول، ممكن استبدل كومباوند دي بموليكيول عادي جدا مفيش اي مشكله. يبقى هنا دي ماكرو يبقى لارج سايز، موليكيول يعني كومباوند عادي جدا. طب اي حاجه كبيره اتوجدت كبيره، يعني انت دلوقتي شخص كبير، انت اتوجدت بالهيئه اللي انت فيها دي ان مامتك ولدتك وانت ضخم كده كبير، ولا انت كنت طفل صغير جنين بعد كده بدات تكبر تكبر تكبر، ولا انت اتولدت على طول؟ انت ايه ظروفك فاهمني؟ انت اتولدت صغير بعد كده بدات تكبر، نفس الفكره. ما احنا قلنا دي اورجانيك حاجات بيولوجيكال، وانت بيولوجيكال برضه انت التاني، فدي زيها هتفرق ايه عنك؟ مش هتفرق حاجه. يلا بينا. يبقى اتفقنا ان زي ار large sized compound او molecule formed by smaller molecule اللي هي المونومر. يعني ايه مونومر؟ هقول لك. مونو، كلمه مونو دي
يعني واحد أحادي. طب مير، مير يعني جزيء. يبقى مونومير أحادي الجزيء، يبقى مونومير أحادي الجزيء أو مونومر أحادي الجزيء. يبقى أنت اتكونت بحاجات أحادية الجزيئات. دي البداية، هي مركبات أحادية الجزيئات. اتكونت إزاي؟ combined together، combined together through polymerization. أنت عايز تكون بوليمر، يبقى العملية اسمها polymerization. يبقى الفكرة بجيب مونيمر ومونيمر بشبكهم في بعض عن طريق كيميكال بوند بتتعمل. تمام. الكيميكال بوند دي العملية نفسها اللي بتعمل الجزيء ده أو المركب ده اسمها بوليمرايزيشن. تمام؟ تمام يا دكتور. يبقى احنا نقول التعريف من الأول. يبقى they are large sized molecule أو compound formed by smaller one هي المونومر combined together بيتحدوا مع بعض. تمام؟ through process called polymerization. سهلة جدا. طب أنا عايز أعرف البوليمرايزيشن، نجيبها من الديفينيشن اللي فوق. يبقى it is a process. أي عملية لازم نبدأ في تعريفها إن هي it's a process by which the monomer are combined together to form polymer. صدقوني هو الديفينيشن اللي فوق، أنت قلبت التعريف جبت بوليمرايزيشن. سهلة جدا، صدقوني سهلة جدا. أهم حاجة بس نركز وإحنا هنلاقي الدنيا بسيطة وسهلة جدا جدا جدا. نكمل. بجيب المونيمر زي ما اتفقنا أهو، مونيمر بالبوليمرايزيشن بعمل بالبوليمر. ده أساس العملية بتاعت البوليمرايزيشن أصلا. إحنا ما جبناش حاجة جديدة. تمام؟ إحنا كده ما جبناش أي حاجة، سهلة جدا. طب إيه الإمبورتنس بتاعتها؟ هي extremely necessary for the life of living organism. Extremely necessary for the life of living organism. مهمة جدا 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 living organism. ليه؟ تعالوا نفهم مع بعض. هي مهمة للفيتال بروسيس. يا دكتور أنت بتعقدها. لا يا حبيبي أنا بفهمك. أهو الفيتال بروسيس العمليات الحيوية زي مثلا زي إيه؟ الهضم، digestion، respiration، الاكسكريشن. كل الحاجات دي عمليات حيوية مهمة جدا 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 في حياة الكائن الحي. طب هي أساسها إيه؟ البوليمرايزيشن. طب ليه أساسها بوليمرايزيشن يا دكتور؟ هقول لك. أساسها بوليمرايزيشن علشان بالبوليمرايزيشن أنا بكون الكارب والليبيد والبروتين والنيوكليك أسيد وكل الحاجات دي. الكارب مهم للكائن والليبيد مهمة للكائن والبروتين مهمة والنيوكليك أسيد أنت من غيرها أنت مش موجود. الحمض النووي بتاعك أصلا أنت من غيرها عاملة زي البصمة. أنت كده مالكش بصمة لو ما عندكش حمض نووي. بس فهي مهمة جدا جدا عشان كده. نكمل مع بعض. قلنا الكلاسيفيكيشن بتاعها هي classified into 4 groups اللي هم الكارب اللي هم الكارب والليبيد والبروتين نيوكليك اسيد. طب انا بعمل لهم كلاسيفيكيشن according to ايه؟ لازم نفهم ان اي كلاسيفيكيشن هتواجهنا في المنهج او في اي علم ايا كان سواء كيمستري او فيزيكس او بيولوجي، اي علم ليه اساس. الاساس بتاعها هي الموليكولار ستراكشر والفانكشن. طب اتعقدها ليه يا دكتور؟ مش فاهم حاجه. هقول لك حبيبي، لما هناخد الكار كمان دقيقتين بالظبط هفهمك الفانكشن والموليكولار ستراكشر، فاصبر عليا دقيقه هتفهم. يلا بينا نكمل. قلنا فور جروب دول. تعال نخش على الكار. الكربوهيدرات دي اول حاجه من البيولوجيكال ماكرو موليكيول. يبقى الديفينيشن بتاعها نجيبه من تعريف البيولوجيكال ماكرو موليكيول، سهله جدا. يلا. يبقى زي ار بيولوجيكال ماكرو موليكيول. متفق معايا؟ متفق معايا.
اللي هي اسمها ايه؟ بوليمر. قلنا ان بولي يعني عديد، ومير يعني جزيء، يبقى عديد الجزيئات. تمام؟ ده اللي احنا اتفقنا عليه. يبقى احنا قلنا ان هي بيولوجيكال ماكرو موليكيول. اوكي؟ that are made up of many smaller molecules. أو ممكن نقولها بشكل تاني، يبقى زي biological macromolecule polymer formed by a smaller one monomer through polymerization process. هي التعريف بتاع البيولوجيكال ماكروموليكيول. انت يا حبيبي الكارب ده انت بتعرف بيولوجيكال ماكروموليكيول. طب تيجي نعمل تعريف للبروتين مع ان احنا ما خدناش البروتين، وانت اللي هتعمله وانت قاعد معايا. They are biological macromolecule polymer formed by a smaller one monomer are called. غير الاسم بقى المونيمر ده هسميه امينو اسيد، هنا هسميه مونوسكرايد. وهنفهم يعني مونوسكرايد ده في البروتين. طب في الليبيد بسميه فاتي اسيد. فهي باختلاف حاجات بسيطة. فأنت لو فهمت الجزء ده معايا كويس، بعد كده هتلاقي إن البروتين والليبيد وكل الكلام ده سهل معاك جدا صدقني. تعالوا نكمل. طب إيه المونيمر بتاع الكارب؟ قلنا المونيمر إيه هو؟ المونوسكرايد. زي قلنا البروتين المونيمر بتاعه الأمينو أسيد. تمام؟ زي الجلوكوز، فركتوز، رايبوز، جلوكوز، جلاكتوز. تعالوا نحفظهم مع بعض بسكيمة كده سهلة. جلوكوز، جلاكتوز، فركتوز، ورايبوز. ها يلا، جلوكوز، جلاكتوز، فركتوز، ورايبوز. يلا، فركتوز، جلوكوز، جلاكتوز، فركتوز، ورايبوز. تاني، جلوكوز، جلاكتوز، فركتوز، ورايبوز. ماشي بيها كده. جلوكوز، جلاكتوز، فركتوز، ورايبوز. جلوكوز، جلاكتوز، وفركتوز، ورايبوز. يلا، جلوكوز، جلاكتوز، جلوكوز، جلاكتوز، وفركتوز، ورايبوز. اوعى تكون فاكر ان احنا بنتريق، لا يا حبيبي، بص افهمك حاجه. ده علم اسمه ازاي تذاكر او هاو تو ستادي. العلم ده هيعلمك ازاي تذاكره، واحنا صدقني احنا مش مجرد هناخد مع بعض علم البيولوجي، احنا هفهمك ازاي تقدر تذاكر، ازاي تطلع الاول، ازاي تبقى ناجح في حياتك. انا مش هبقى مجرد مدرس ليك، انا هبقى اخوك الكبير بفهمك اي حاجه انت عايز تفهمها، سواء بقى في المنهج بره المنهج. انا يا حبيبي معاك، مش هسيبك طول السنة. أنا معاك. عايز ستادينج تيبس، عايز حاجة تفيدك، حاجات ميديكال تسألني على حاجات ميديكال، ما تنساش إني دكتور، اسألني وأنا معاك. فأنا يا حبيبي دايما معاك ومش هسيبك. والسكيما اللي إحنا حفظنا بيها دي، السكيما دي أنت عارف إن إحنا عندنا في الكلية إحنا بنحفظ كده إزاي؟ عظم الإيد هناخد مع بعض إن شاء الله في سنة تالتة. عظم الإيد، تمام؟ لما ناخد الأكزيال سيستم. عظم الايد كان في دكتور عندنا، دكتور اناتومي، ده يعني من اشهر دكاتره الاناتومي على مستوى الوطن العربي، وانا يعني انا بحبه بصراحه على المستوى الشخصي، وهو عارفني يعني. انا يعني انا مش معنى ان بقول الاسم ده بعمله دعايه، لا، ده هو اصلا الراجل مش محتاج دعايه يعني، ده هيبقى نقيب الاطباء اصلا الفتره دي. الراجل ده اسمه دكتور مدحت مرسي. ليه سكيمه كده كان بيحفظها لنا لعظم الايد. كان بيقول لك ايه؟ سوسو، ركز معايا، سوسو راحت تلعب بوكر، تكسب تخسر كله هلس. وده راجل دكتور محترم جدا وعلى راسنا من فوق وليه كل التقدير والاحترام. فتخيل بقى ان هو لما حفظنا بالطريقه دي، هل احنا هنتريق عليه؟ لا خالص، ده هو الراجل بيسهل لنا. يعني انا لما اقول لك جلوكوز، لاكتوز، فركتوز، ورايبوز، سهل. طب تخيل بقى دي ارحم ولا سوسو راحت تلعب بوكر، تخسر هو كله هلس؟ ايه ده؟ سوسو اسكافويد، تلعب وكابيتيت وهميت وليونيت ومش عارف ايه، حوارات كده كبيره. فخليك انت في جلوكوز، لاكتوز، فركتوز، ورايبوز، دي سهله جدا. طب هي انكلود ايه؟ شوجرز وستارش وفايبر، وهناخدهم. الستارش ده اللي هو النشا. تمام. الجنرال فورميلا CH2O جابوها ازاي؟ تعال اقول لك. عايزين بس نجيب صفحه فاضيه. تعالى يا غالي يلا.
احنا قلنا ان الجلوكوز C6 H12 O6. فاكر انت لما باخد عدد مشترك وبقسم عليه؟ يعني هنا مثلا عدد المشترك 6، انا هقسم على 6 وهنا هقسم على 6 وهنا هقسم على 6، يبقى هنا C1 H2 O1. مدرس الكيمياء بتاعي قال لي على حاجة، قال لي في الكيمياء عيب انك تكتب الواحد، يبقى الصيغة العامة CH2O. تيجي ناخد ريشيو السي الى الاتش الى الاو. طب السي واحد يبقى 1 الى 2 الى 1، يبقى 1 to 2 to 1. سيبك من 2 دي هي كده بس. فاحنا عرفنا كده الصيغه دي جت ازاي. تمام. يلا نرجع تاني، يلا بينا. وقلنا ان الاتوم اللي موجوده مثلا في جزيء الجلوكوز زي كربون وهيدروجين واكسجين، والريشيو 1 to 1 1 to 2 to 1. تمام. اوعى تضحك على 2 دي ولا جلوكوز جلاكتوز وفركتوز وريبوز، يعني نلطف الدنيا مع بعض. الكلاسيفيكيشن، اتفقنا ان اي كلاسيفيكيشن لازم يكون اكوردنج لحاجه. تمام تمام يا دكتور. طب هنا الكلاسيفيكيشن بتاع الكربوهيدرات اكوردنج لايه؟ للموليكولار ستراكشر، للموليكولار ستراكشر. تمام. انتو سمبل شوجر وكومبلكس شوجر، وهناخدهم بالتفصيل دلوقتي. تمام. السمبل شوجر زي المونوساكرايد والدايساكرايد والبوليساكرايد. تعال نفهم بس حاجه، عايزين نظبط مع بعض كام حاجه الاول. مونو، نكتبها بس الاول. مونو اللي هي بتساوي يوني، وداي وبولي تمام. يلا بينا. مونو او يوني اللي هي 1، ونضيف كمان عليهم مير. داي اللي هي 2. طب بولي اللي هي من 3 إلى ما لا نهاية بقى، اللي هو بولي نقدر نقول عليها كلمة ميني. تمام. طب المير، المير ده اللي هو مولكيول، يعني جزيء. يعني لما أقول مثلا مونو مير أو مونيمر، مونيمر يعني واحد جزيء، هو تركيبه من جزيء واحد. ميزة الكيمياء يا حبايبي إن هي وصفية، بوصف. طب مثلا عندك بولي، بوليمر يعني اتنين جزيء. سوري معلش. بوليمر يعني عديد جزيئات. سوري بس بصور من بدري فعشان كده تلاقوني اتلخبطت شوية، معلش. طب داي زي داي سكرايد، مفيش حاجة اسمها دايمير، ماشي. داي سكرايد يعني اتنين جزيء سكر، يعني بيتكون من اتنين جزيء سكر. بس كلمة سكرايد يا حبايبي، كلمة سكرايد يعني سكر، داي يعني اتنين. تمام. عايز بس اوريكم حاجة تاني. بص، فاكرين انتوا جلوكوز جلاكتوز وفركتوز وريبوز؟ اه يا دكتور. شايفين كلمة اوز دي اللي في نهاية كل حاجة؟ محدش خد باله منها. اوز دي برضه يعني سكر. كل الكلام ده حبايبي كلام لاتيني. تمام. الكلام اللاتيني دايما بيبقى كده فيه يعني شوية بواخر كده شوية. طب احنا دلوقتي وصلنا لحد كلاسيفيكيشن، عايزين ناخد ايه هو البوليساكرايد او السمبل شوجر والكومبلكس شوجر. خد معايا كده منتال بريك، ريح كده، افصل 5 دقايق كده ونكمل باقي الفرق ما بين البوليساكرايد والدايساكرايد.
خدت معايا انت البريك؟ يلا نكمل. السمبل شوجر والكومبلكس شوجر، عايزين بس نثبت حاجه. السمبل شوجر هو سكر الطعام، هو مش هو سكر الطعام بس عشان نحفظ بيه، وده النشا. هتفهم دلوقتي انا بقول لك ليه كده. السمبل شوجر تمام، ثبت معايا ان هو زي ما بقول لك هو ايه؟ سكر الطعام، والنشا هو الكومبلكس. السمبل شوجر ووتر سوليبل. ازاي؟ السكر مش انت لما بتدوبه في الميه بيدوب يا دكتور؟ طب النشا بتدوبه في الميه بتدوب؟ لا. بص كده على ماما وهي بتعمل المهلبيه مثلا، او بتستخدم اي حاجه فيها نشا، لما تيجي تدوبها بتدوبها بصعوبه، ويقول لك لازم تدوبها في ميه دافيه الاول. ليه؟ علشان هي انسوليبل. فانت لما تدفي الميه انت بتزود المسافه بين الجزيئات كيمستري، المسافه او الديستانس بين المولكيول بتكبر، فبيقدر النشا يخش بين الديستانس دي فيدوب. ده تعريف عملية الديسولفنت. يلا يا عم أي خدمة، اديتك حتة كيمستري كده افتكرني بيها. خدنا إن هو ليه أصلا ووتر سوليبل. هقول لك هو ووتر سوليبل علشان لو موليكولار ويت، واحفظها زي اسمك. طب ده ليه انسوليبل؟ هاي موليكولار ويت. فهمني. هقول لك عملية الديسولفنج بتتم ازاي. هقول لك دلوقتي عشان يحصل ديسولفنج الموليكيول اللي هو مثلا الشوجر اللي هو الجلوكوز مثلا، الجلوكوز عشان يدوب بيخش ما بين الديستانس اللي بين الموليكيولز بتاعة الووتر زي ما قلنا من دقيقتين. تمام، بتخش ما بينها. طب كل ما كانت الديستانس كبيرة كل ما هيكون في مسافة إن يخش ما بينهم. طب لو هو أصلا هاي موليكولار ويت، هو هاي موليكولار ويت يعني أصلا هو كبير، مهما كبرت له الديستانس هيدوب بصعوبة. طب ده هو ووتر سوليد عشان لو موليكولار ويت، لان لو زودت له الديستانس هيدوب بسهوله جدا. بس ده ليه سويت تيست. ليه قلنا ان هو سكر؟ ليه سويت تيست. طب ده نشا ملوش اصلا طعم سويت، طعمه مش حلو. جيب كده حته نشا حطها على لسانك حته صغيره، مش هتلاقي لها طعم اصلا، طعمه مش حلو، او مش طعمها مش حلو، ملهاش طعم اصلا. بس فده الفرق. يبقى هي soluble in water وده insoluble. ده having low molecular weight وده high molecular weight. ده ليه sweet test؟ ده ملوش sweet test. ده two types monosaccharide ودايساكرايد. ده made up of many monosaccharide linked together. ازاي؟ هقول لك. بنجيب مونوساكرايد كذا مونوساكرايد، وليكن مثلا اللي هم جلوكوز كلاكتوز وفركتوز ورايبوز. تمام؟ تمام. كذا مونوساكرايد بيلينك توجذر. زي ايه يا دكتور؟ اقول لك حبيبي. يلا. عندك مثلا الستارش اللي هي النشا، والسليولوز والجلايكوجين. كل الموليكيولز دي consist of glucose molecules linked together. يبقى مجموعة جلوكوز، جزيئات جلوكوز linked together. بس طب لو جزيئين جلوكوز بس، لا بقى هنا تبقى دايسكرايد، تبقى سمبل شوجر دايسكرايد. طب لو 3 جلوكوز تبقى بولي سكرايد اللي هو الكومبلكس شوجر. بولي سكرايد ده لاتين، كومبلكس شوجر انجلش عادي مفيش مشكله. بس فالستارش والسيليولوز والجلايكوجين جلوكوز موليكيول كذا جلوكوز موليكيول من اول 3 لحد فيما ما لا نهايه بقى لينك توجذر. طب الستارش النشا دي، الستارش دي هي دي هي الفورم بتاع الغذاء بتاع النبات. تمام. طب السليولوز ده الالياف، الياف موجوده في النبات. طب فايده السليولوز ايه؟ فايده السليولوز ان هي بتعمل ايه؟ السليولوز بيمنع في كان حاجات ميديكال بقى، دي معلومه طبيه ليك. السليولوز بيمنع الكونستيبيشن، الامساك، لانه الياف فبيمنع الكونستيبيشن. فدي فايده السليولوز.
طب الجلايكوجين هو الستورج فورم اوف انرجي في الليفنج اورجانيزم سواء انيمال او هيومن. يبقى الجلايكوجين هو الستورج فورم للانرجي انسايد الليفنج اورجانيزم. طب يبقى موجود فين؟ موجود في المصل وموجود في الليفر. احفظ في المصل والليفر الجلايكوجين هو الستورج فورم للانرجي، عشان هتلاقي عليه سؤال في الكتاب المعاصر يقول لك الستورج فورم ايه هو؟ يقول لك الجلايكوجين. بس تعالوا نكمل مع بعض الفرق ما بين المونوساكرايد والدايساكرايد، عشان كده نكون خلصنا اول جزء في القاعده. تمام. قلنا ان المونوساكرايد من 3 ل 6 اتوم connected together in certain way، والsimplest type of sugars هو الجلوكوز formed من 1 molecule. من اول هقول لك يبقى المونوساكرايد من 3 ل 6 اتوم connected together، تمام، in certain way بطريقه معينه. ايه هي الطريقه دي؟ اقول لك تعالى نعمل ونشوف. يلا بينا. انا مثلا عايز اعمل جزيء جلوكوز، يبقى بجيب 6 جزيئات كربون و12 جزيء اكسجين و6 سوري 12 جزيء هيدروجين و6 اكسجين، بيعملوا كونكت مع بعض بطريقه معينه اللي هو CH2 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 CH2، وبتعمل كده بطريقه معينه. دي جزء كيمستري، فيعني عشان ما تلخبطش نفسك بلاش انك تعرف، انت خليك بس عارف الفكره، لكن عشان ما تلخبطش نفسك عايزني اقولها لك افهمك، بس عشان ما تلخبطش نفسك احسن. احنا قلنا ان الاكزامبلز بقى الجلوكوز اللي هو الجريب شوجر اللي هو سكر العنب، فركتوز جاي من اسم فراك فروت، فراك فروت، جلوك جريب، جلوك جريب، جلوك جريب، فراك فروت، فراك فروت. ريبوز هو البنتوز بتاع النيوكليك اسيد، دي 5 كربون. جلاكتوز هو ده السكر بتاع اللبن، جلاكت جلاند، جلاكت جلاند سكريتد ميلك او بروديوسر ميلك. يبقى جلوكوز جريب، فركتوز فروت، رايبوز بنتوز سكر بتاع النيوكليك اسيد، جلاكتوز جلاند بروديوسر ميلك. نفس السكيم سهله نحفظ بيها في الاول. طب الدايسكرايد هو موليكيول made of 2 molecule. each molecule بيتكون من 2 molecule connected together. طب ليه مش 3؟ عشان لو 3 هيبقى كومبلكس واسمه ده داي زي ما اتفقنا، داي سكرايد. داي يعني 2، سكرايد يعني سكر، تمام. فدول 2 molecule connected together. زي ايه؟ هقول زي حاجة اسمها المولتوز. المولتوز ده المولت شوجر، المولت ده اللي هو الشعير. السكر بتاع الشعير اسمه مولتوز، بيتكون من جلوكوز وجلوكوز. مولت جلوك جلوك، احفظ كده، مولت جلوك جلوك، مولت جلوك جلوك. يبقى المولتوز بيتكون من جلوكوز وجلوكوز. طب اللك، لك جلك، لك جلك، لك جلك، لاكتوز في لاكتوز في جالاكتوز وفي جلوكوز. ثبت ان الجلوكوز اساسي لازم يكون موجود. طب ايه الفرق؟ مولت جلوك جلوك، احفظ مولت جلوك جلوك، مولتوز في جلوكوز وجلوكوز. لك جلك جلوك او لك جلك، لك جلك، لك جلك، لاكتوز جلاكتوز، لاكتوز جلاكتوز. واللاكتوز ده طالما في جلاكتوز يعني هنا اهو في جلاكتوز، صح؟ الجلاكتوز ده اللي هو ايه؟ ده سكر بتاع اللبن، يبقى اللاكتوز برضه سكر اللبن. سكروز سك ركتوز، سك ركتوز، سك ركتوز، يبقى سكروز ركتوز وجلوكوز. سهله. يبقى مولت بلوك بلوك مولتوز اللي هو سكر الشعير في 2 جزيء جلوكوز، جلوكوز وجلوكوز. فركتوز اللي هو السكر سوري، ده الفركتوز ده ايه؟ ده مونوسكرايد، ده السكر بتاع الفروت.
سوري اللاكتوز بقى، اللاكتوز ده الميلك شوجر، لاكتوز ميلك شوجر فيبقى في جلاكتوز وجلوكوز. طب السكروز ده سكر القصب، يعني لما نيجي نشرب كوبايه قصب كده هو ده السكر اللي موجود، فبيبقى فيه جلوكوز وسكروز. بس الملخص بتاع كل الكلام ده ان المونوساكرايد هو السمبلست شوجر، نمبر اوف كربون اتوم من 3 ل 6. سهله كده. مونوساكرايد ومونوساكرايد دايساكرايد ده اللي احنا خدناه في المفتاح اللي في الصفحه البيضاء. جلوكوز وجلوكوز يدي مالتوز، 3 مونوساكرايد يدي الكومبلكس شوجر اللي هم الستارش والجلايكوجين والسيلولوز. جلوكوز 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 يدي كومبلكس شوجر سواء ستارش او سيلولوز او جلايكوجين. بس وده كان ملخص المحاضره الاولى. اتمنى تكونوا اتبسطتوا واستمتعتوا بالبايو. المحاضره سهله مفيش حاجه، واللي عنده اي سؤال يبعت لنا على الجروب او يبعت لنا على اسئله الصفحه واحنا هنرد عليه او على الواتساب. ربنا معاكم يا شباب، اشوفكم على خير ان شاء الله المحاضره الجايه. سلام.